الريوات بالصبانخ والجبن كيجيو ممتازين، كيجيو معلكين، كيجيو مختلفين على المذاقات اللي مولفينهم. دائما هاد الصبانخ كنشدوهم كنغسلوهم مزيان على هاد الشكل هذا، لان كيكون فيهم داك الاتربه وكيكون فيهم داك الاوساخ في الجناب ديالهم. كنحاول انني نغسلوهم مزيان، كنطلقوا هكذا ربيني وكنبداو نغسلوا الوريقات بوحده بوحده، وكنشللوهم هكا في الشبكه وكنخليهم يتقطروا. عندي هنا جوج بصلات كبار كنقطعهم هكذا على هذا الشكل هذا. صافي كنستمر التقطاع وكنديرهم في واحد المقيله، كنزيد عليهم واحد الطريف ديال الزبده وواحد شويه ديال الزيت، وكنبدا نشحرهم على هذا الشكل هذا. صافي كنبدا ندي فيهم نجيب فيهم حتى كيطيحوا ليا على هذا الشكل هذا. من بعد كناخذ دوك الصبانخ كنغسلهم مزيان، كنقطرهم، كنقطعوهم هكا على هذا الشكل هذا في القطاعه، وصافي كنضيفهم لهاد البصيله عادي. صافي كنحطهم هذاك العافيه، راه كنكون عندي متوسطه ماشي ناقصه وماشي عاليه بزاف، لان لا نقصنا من العافيه كتطلق لينا الماء بزاف. الا زدنا في العافيه بزاف غادي تحرق لينا، اللهم كنديروها عافيه اللي هي متوسطه. صافي كنخليوها هكذا حتى كتهبط لينا. كنزيدوا عليها واحد نص معلقه ديال البزار، شويه د الملحه وشويه د الكوزه كنحكوها. صافي هادو هما التوابل اللي غنستعملوا في هاد الوصفه هادي. وضفت واحد ربع قبيصه ديال الثومه بودر الا بغيتوها، ماشي ضروري. صافي هنايا راني كنبدا نحرك على هذا الشكل هذا مزيان حتى كينسجموا لي هاد العناصر مع بعضياتهم. ومن بعد كنضيف ليهم علبه ديال الجبن. كناخذ داك الجبن وكنضيفو لهاد الخليط ديال الصبانخ. ممكن نديروا اي جبن كيتوفر عندنا، اي جبن نقدروا نستعنوا به. ممكن نضيفوا حتى الجبن مثلثات او الجبن المربع. مهم اي جبن عندكم راه ممكن تستعنوا به. وهذا الجبن هذا راه كيجي فيه مذاق اللي هو زوين بزاف، وكيتواتدنا مع خليط ديال الصبانخ، كيجي واحد المذاق اللي هو بنين بزاف. جربوا هاد الحشوه هادي، راه كتجي رائعه رائعه بزاف. المهم كنبقاو نخلطوها حتى كنشفوها من الماء، وكنكونوا وجدنا الوريقه ديالنا هنايا. كندهنوها بالزيت والزبده وكنحطوا عليها واحد المعلقه ديال هاد الخليط. ما كنكثروش، ما كنديروش كميه اللي هي كبيره باش ما كيطرطقوش لينا هاد البريوات، لان فيهم الجبن الا كثرنا راه يقدروا يطرطقوا. وعاد كنحاولوا اننا ما كان نخدموهم وما كنزيروش يدينا على هذا الشكل هذا. كنبداو نطويو وحنا كنرخفوا يدينا. الا زيرنا يدينا راه الا دخلناهم للفران كيبداو يطرطقوا، كيبدا يخرج لنا داك الفرماج من الجناب. صافي كنكملوا كنستمروا على هذا الشكل هذا. كنحط هكذا الوريقات وكنبدا نحط المعلقه ديال الحشوه. غير هو الحشوه ما تكونش كثيره بزاف، كنديروا واحد الكميه اللي هي معقوله، يعني واحد المعلقه اللي هي تكون صغيره. وصافي كنحطوها راه كافيه، وكيجيو من الداخل مفزقين. فاش كيطيبوا راه كيجيو لذاذ، يعني داك المعلقه اللي درناها راه كافيه. صافي هادو هما البريوات ديالنا. من بعد ما كملناهم كندهن الطاوه، كندهنهم وكنحطهم في الفران بعد ما سخنته. كندهنهم بالزبده والزيت. كان هذا هو الشكل ديال البريوات بالصحه والراحه. نتمنى ان هاد البريوات ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. الا بغيتوا تقليوهم راه ممكن انكم تقليوهم، غير هو خاص ضروري داك انكم ترخفوا يديكم، ما تزيروهاش باش البريوات يصدقوا ناجحين معكم. بالصحه والراحه، وما تنساوش الاعجاب ديالكم بالصفحه.